أهلا بكم. أحب في البداية أن نفرق بين اضطرابات الشخصية والأمراض النفسية. هما الاتنين متعلقين ببعض، لكن إيه الفرق بينهم؟ الفرق إن الإنسان اللي عنده أو بيعاني من نوع من أنواع الاضطرابات الشخصية ما بيكونش واعي لده، وخاصة إن اضطرابات الشخصية بتنشأ مع الإنسان منذ الطفولة. طبعا بيكون أسبابها البيئة اللي نشأ فيها الطفل، أو إنه تعرض لأشياء ما وهو طفل، وممكن برضو يكون ليها أسباب جينية أو وراثية. فالاضطرابات الشخصية دي بتكون مع الإنسان منذ الطفولة، وتبدأ بقى إن هي يعني تتبلور في مرحلة المراهقة. بينما المرض النفسي صاحبه بيكون متبصر بيه وحاسس بيه، لانه غالبا هيحصل في مرحله يكون الانسان كان قبلها كويس جدا وطبيعي وكويس، فجاه حصل له المرض النفسي. يعني امراض نفسيه زي الاكتئاب، زي الوسواس القهري، زي الفصام. هنتكلم النهاردة على نوع من أنواع الاضطرابات الشخصية، وهي اضطراب الشخصية النرجسية. وطبعا قبل ما ابتدي أقول اللي أنا قريته عن الشخصية النرجسية، اللي أنا بشوف إن كتير حوالينا هتنطبق عليه صفات الشخصية النرجسية، قبل ما أقول كده، طبعا هو اللي محدش فينا يقدر يشخص حد. يعني إيه؟ يعني الإنسان عشان يتشخص بأنه عنده اضطراب شخصية نرجسية لازم يروح لأخصائي نفسي، وطبعا في اختبارات وفي أسئلة. يبقى احنا ما نقدرش نحكم على اي شخصيه حوالينا انها بتعاني من اضطراب الشخصيه النرجسيه، لكن اللي نقدر منه ان احنا نحتاط لانفسنا، وخاصه ان اصحاب الشخصيه النرجسيه مش هم اللي بيعانوا اكتر ما اللي حواليهم هم بيعانوا، وخاصه بيكونوا المقربين جدا ليهم. هنلاقي ان في ممكن تبقى بتعاني من اضطراب الشخصيه النرجسيه، هنلاقي ان في اب ممكن يعاني من اخ، اخت، زوجه. لذلك فالملاصقين حواليهم بيكونوا تعبانين منهم. من اضطراب الشخصيه النرجسيه انواع، منها نرجسي ظاهر والنرجسي الخفي. الشخص النرجسي هو شخص معجب بنفسه ومعجب بذاته، وشايف ان هو يعني يستاهل كل خير اكتر من الناس اللي حواليه. وعشان نفهم الحتة دي بنتكلم عن الشخصية السوية. الشخصية السوية الطبيعية ان الانسان يكون بيحب نفسه بس مش بيفضلها عن الاخرين، انما الشخصيه النرجسيه بيتعالى على الاخرين وشايف ان هو يستحق كل حاجه كويسه، وبيحسد الناس على اللي عندهم، وفي نفس الوقت بيخاف من الناس وحاسس ان هم الناس دايما بيحسدوه. النرجسي لانه اناني جدا ومعجب بنفسه وحاسس نفسه ان هو يستحق كل حاجه والاخرين لا، بل في بعض او انواع من النرجسيه بيشوف اللي قدامه ده ان هو زي يعني ازدراء، بيزدري الناس وبيزدري الاخر، وتلاقيه دايما اسلوبه فيه تريقه وفيه سخريه بالناس. فهو في سبيل ان هو يحقق اعجابه بذاته كده ويبقى سعيد ونشوان بنفسه، بيبدا ان هو يمارس على الاخر ان هو يحسسه انه قليل. بيمارس التلاعب العقلي والتلاعب بعقل الضحيه اللي بيختارها، فهيبدا ان هو بيختار ضحاياه علشان يحس بنشوه السيطره. ممكن في الشغل ليه ضحيه في شغله، في اسرته ليه ضحيه. ممكن يعني لو الشخصيه دي هي زوجه نرجسيه هتمارس مع زوجها ان هي تفرض سيطرتها عليه وتتلاعب بافكاره وتتلاعب بيه عشان تحطه تحت جناحها، او هو العكس، او لو الزوج نرجسي هيعمل كده مع زوجته. بل ان احيانا الام بتكون نرجسيه مع اولادها، ممكن مع اولادها كلهم، وممكن تختار ضحيه واحده من اولادها. يعني ممكن تعامل كل الاولاد حلو او كويس جدا، وتيجي عند هي دي اللي تختارها البنت، او هو ده الولد اللي تختاره اللي يكون ضحيه ليها ان هي بتعذبه. فالشخصيه النرجسيه فيها شيء من السيكوباتيه. فالشخصية النرجسية فيها شيء من الشخصية السيكوباتية، انها برضو بتتلذذ بتعذيب الضحية اللي هي اختارتها انها تكون ضحية. فتخيلوا معايا مدى خطورة ده، ان ممكن تبقى ام وبتمارس ده مع بنتها او مع ابنها.
انها ممكن تكون بتمارس ده مع زوجها، ان يكون زوج بيمارس ده مع زوجته او مع حد من اولاده. طيب هو النرجسي بيعمل كده مش واخد باله، مغيب العقل؟ على فكرة النرجسي برضو ممكن يكون عنده شوية خوف من ربنا، وبرضو بيصلي وكل حاجة وكويس، رغم ان هو بيأذي الضحايا اللي هو بيختارهم. انما هو بقى ايه، بيتحايل على الحتة دي مع نفسه، انه بيبرر: اصل انا بعمل كده عشان هو كذا، اصل انا بعمل كده عشان هو كذا. فبيبقى دائم التبرير عشان ايه يعني، وهو اصلا ضميره بيبقى بعافية اساسا يعني. كنت لسه بقرا يعني واحدة كاتبة ان ابوها كان ينده لاخواتها الولاد ويديهم، يتعمد يديهم مصروفهم قدامها، وهي ما يديهاش المصروف. فيعني شوف يعني هو ايه، يعني عاوز يعذبها، هو خلاص اختارها كضحية. يعني فهو بقى بيعذبها كده وبيتلذذ بتعذيبها، ده تعذيبها النفسي. فما سبحان الله يعني. النرجسي مع في بعض الاشخاص، مثلا لو النرجسي ده زوج مثلا وزوجته، فانت عارف بقى ان هي الزوجه، هو لو فضل على طول يعذبها كده تعذيب نفسي، ويتلاعب بعقلها، ويسفه منها، ويقل منها ويقل من كرامتها، ولو فضل في الحاله دي على طول هيجي لها وقت ده يعني ممكن تبعد او كده. لكن هو النرجسي ده عشان يضمن ولاء الشخصيات اللي حواليه، لانه بيستفيد منهم وعايزهم موجودين معاه، فعشان يضمن ولائهم بيستخدم بقى سياسة ايه، العصا والجزرة. يعني هو مش على طول ماسك العصاية وعلى طول عمال يؤذي اللي حواليه ده، انما لا، من وقت للتاني بيعطي. يعطي ايه بقى، يعطي عاطفة، يعطي حب. لكن هو في القرار نفسه لا بيحب ولا حاجة، مش بيحب اللي قدامه، انما يعني يعطي بقى ايه، يعني شكل للحب ده وشكل للكلمات الحلوة، ان هو يخلي اللي قدامه يقول لا ده والله ده انا ظلمته، ده هو كويس وانا ما خدتش بالي. يعني اذا كان هيهرب خلاص ويفلفص من تحت ايديه، لا يفضل مستمر معاه. الشخصية النرجسية في حقيقة الأمر هو من داخله هش وضعيف، وحاسس إن هو ضعيف وهش، إنما هو بيظهر القوة، بيظهر القوة لإحساسه بهذا الضعف، إحساسه بالضعف قوي، وإنه قليل قوي من جواه ده بينه وبين نفسه، فبيظهر بالعكس وبيظهر إن هو قوي. وتلاقي مثلا لو انت النرجسي ده زميلك في الشغل، تلاقي مثلا يقول لك ايه، الموضوع الفلاني ده انا كلمت الناس في التليفون، والموضوع ده ان شاء الله يخلص قريب قوي قوي. هو طبعا ولا كلم حد ولو يعني ولا بيعمل حاجه، انما هو دايما بيرسم صوره لنفسه ان هو قوي